يقول ان احد الصحابة كان يمسك رقبته والرسول كان يقول: وإن لله عتقاء كل ليلة من النار. كل ليلة فلان الفلاني فلان الفلانية محسوبين أنهم اعتقوا من نار جهنم. واحد من الصحابة لما سمع الحديث هذا أمسك رقبته. ليش؟ قال: إني أتفقدها لعلها أن تكون ممن تعتق في رمضان. الله يجعلني وإياك ممن عتقت رقبته. ترى الليلة في أسماء ستعلن، أسماء فائزين فازوا لأنهم تركوا أخرجهم الله من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فأولئك إيش؟ هم الفائزون. هؤلاء الذين يفوزون بأمر الله. إذا خرجت من النار واعتقت رقبتك، طيب وش الأعمال التي تعتق رقبتي من النار؟ في عدة أحاديث، منها حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وصان شهره، يعني صام شهر رمضان بصيانة. ما في عين تناظر الحرام. والله أنا أتابع المسلسلات اللي تبث في نهار رمضان أو في ليل رمضان، تتكلم عن قضايا اجتماعية وتعالج قضايا مهمة، وهي